أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. كيف عاملين؟ كنتمنى تكونوا مزيانين إن شاء الله. كيف نتوما مع الحرارة؟ حنا في طنجة واخا عندنا البحر زعما نوض الصهد والله حارة بزاف. اليوم بغيت نتقاسم معكم واحد الموضوع. بغيت نتكلم لكم على البنات اللي يتزوجوا بالراجل كيكون متزوج وعنده ولادو. شنو رأيكم؟ انا في النظريه ديالي زعما كتجيني طايحه وعيب وخا ربي قالك الراجل يتزوج بمثنى وثلاثة وربعة، يعني الانسان خصو يراعي. وبعد في الزمان اللي كانوا كان الحرب وكانوا النساء كيبقاو بلا رجال، كان الراجل واخا يدي شحال ما قدر عليه. ولكن دابا كتجيني في شكل البنت تدي واحد الراجل، يعني كتسمى بحال اللي كتخطفو مراتو، يعني كيف ما عملنا خرا يعملها تاليلة تكون متيقنة. الراجل عنده ولادو وعنده مراتو وكتكون مسكينة ما عاملاش شي حاجة قبيحة، والبنت كتجي خصها تدي هذاك كتدي هذاك. شنو رايكم اخوتي؟ واخا يكون تقطعوا رجال من البلاد، تبقى صابره هيداك تجيب الله. واخا ما تزوجش كاع تبقى هيداك اخر لحظه وما تديش الراجل د المراه. انا في النظريه ديالي هيدا بحال دابا الا كانت مثلو المراه او مطلق ولا هادي، واخا الحق باش تكون مراتو باقا في الحياه و... وهي ما خسرتو حتى شي حاجه واخرى تجي وتديه، كيبقى الغلط د البنت ماشي د الراجل، لان الراجل هو اللي جاي يديه. ولكن البنت اللي خصها يكون عندها عقلها ما تتزوجش بالراجل اللي عنده المراه وعاد العيال. يعني كيفاش ما هي خانت ديك المراه ولعبت لها ديك الدور، حتى ديك الراجل عاوتاني بحال اللي عمل مع المراه الاولى وتزوج عليها، حتى المراه الثانيه يعمل معاها هيداك، لانه هو كيكون مسانس عنده عادي يبدل انا في النظريه ديالي زعما كنشوف هاد الظاهره زعما كاينه. ما عجبتنيش الصراحه. تقدر تدي البنت، تقدر تدي الراجل كبير شارف مطلق مثلو المراه، يعني اما باش ديه لمراتو كتجيني طايحه زعما ما بقينا كنشوفو شي عجائب الزمن. مثلا الا كان شي راجل عنده منياش لاباس عليه بزاف، اللي موقد يعمل مرا هنا ومرا هنا ويصرف عليهم ويعملهم بحال العداله وداكشي، ربما. ولكن باش الراجل عادي من الناحيه الماديه ربما هي تخدم عليه حتى واخا عنده المرا ولادو، هادي كنشوف طايحه وعايب بزاف. وبعد البنات زعما كيجيبوا اللي كيقولوا كيطيحوا القطره كيجيبوا كينزلوا الدل على اخرين، لان ما وشنا فيها. واخا مثلا ما جابلاش ربي تزوج تصبر وما تديش الراجل د المراه. هو مسكينه المراه ديالو على نيتها ومع ولادو عامله مع ولادو داكشي، يعني كيفاش؟ ربما انا غلطه خوتي، ولكن كنشوفش راسي غلطه. هذا كلام منطقي. أرض الله واسعة وكاين الرجال اللي حرين واللي باتولو من النساء ديالهم واللي مطلقين غير هما. علاش عاد تمشي مثلا ايتها البنت تمشي تدي الراجل باقي عنده المرا ديالو ولادو، يعني كتسبب في حتى العيال يحسوا بواحد الشي ماشي هو هذاك، يعني باباهم مع امرأة أخرى، مع أنهم عندهم يماهم وهما باقي صغارين. المرأة عاوتاني كتحس بشكل، وتا التانية كتكون مسكينة في يد الله، يعني مهددة. شحال ما بقى معاها في الآخر كيرجع للأولى.
أنا في النظرية ديالي زعما ضد هاد الفكرة هادي. من ناحية الإنسانية وما حنا ما كنقولوش على راجل يمكن يدير اللي بغا هي، ولكن ماشي على حساب واحد الإنسانة نية، والمرا الأولية مسكينة ومضحية ومخسرة حتى شي حاجة وعاملة معاه العيال. شنو غتربحها دابا هاد المرا اللي عاد تديه التانية؟ وإلا كانت باغية شي واتر هو ديجا عندو العيال ديالو هما اللي غيورثو فيه. و عاد تمرّض المرة الأولى وعاد هي بيدها عاد تكون ماشي ألاز، يعني ماشي على راحتها. كنتمنى تشوفوا أعزائي هاد الفيديو، تعطيوني الرأي ديالكم واش نتوما معايا أولا لأ في هاد الفكرة اللي كنقول لكم. واش زعما البنت تتزوج من راجل عندو المرا الأولى وعندو ولادو، شنو خسرتلو ديك المرا الأولى مع أن هو عندو المرا ديالو عندو معاها ولادو؟ صافي دير بلي هو كان معاها مزيان ومرتاح لي عمل معاها العيال. علاش يدي وحدة أخرى؟ ولكن لافوت الغلط ماشي ديالو، البنت اللي جبداتو من عندها ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما بقينا كنعرفو حتى شي حاجة في هاد الزمان. الإنسان أنا كنصح البنات يديو الراجل الحر أفضل، يعني دراسو سواء مطلّق سواء المهم ما يكونش عنده المرا الأولى وصافي. لأن كينوضو مشاكل المجتمع كيتخرب. هاكشي كنشوفو حنا عندنا في المجتمع بزاف د الفوضى، بزاف د الأطفال ضحايا الوالدين ديالهم. مكنشجعش الفكرة زعما ديال البنت دير راجل مجوّج. دابا حنا خلينا من الخليجيين كيعملوا بزاف لأن عندهم المادة، وكل وحدة كيسكنها في دارها مقيد بهادي وبهادي وبهادي لأن كتجارة. ولكن هداك المجتمع راه هو بيدو فيه المشاكل ديالو. من الأفضل البنات ما تديوش الراجل بولادو مجوج، لأن أنا هادشي تا شُفت وسمعت وشُفت بهاد الظاهرة كاين فيها زعما ظهرت بزاف هادشي هذا. عاد بغيت نشارك معكم هذا الموضوع أخوتي. ما هي باش نقول لكم، والله العظيم إلا دوخوني. كيفاش ما فهمتش دابا تصور ديك البنت ديك المرا الثانية هي اللي كانت في ديك الموقف هذاك، يعني هي مزوجة به هي الأولى وجات أخرى وداتو لها. واش هي عاد تبغي؟ هي ما عاد تبغيش. وإذا هي داك المرا الأولى أولا حنا عندنا الأنانية، يعني كتبغي غير راسك وصافي. ميمكنش. عطا الله ما الرجال اللي حرين واللي باقي عزري واللي مطلّق واللي مثلو المرا كاينين. حتى إلا ما كانش يتزوج واخا ما يكونش، ما تزوجش ما تهرّسش العش واحد سيدة أخرى عندها العيال وصافي. زعما عيب باش يقولوا تزوجتي. و وثانيًا كاين شي نقط زعما كنشوفوا شي حاجات ماشي هما هادو كاع. دابا البنت تخدم وتبقى مع داك الراجل المجوج ديه وتخدم وتعاونو ربما تخدملوش على ولادو، المهم غير يديها. يعني هذا كرامة كطيح كاع. سمحوا لي لا أنا الرأي ديالي هيدا، كل واحد ورايو. سمحوني إلا هدرت بهذه الطريقة، ولكن هذا الصراحة. إخواني أخواتي، يوم سعيد، إلى اللقاء.